يا اهلا وسهلا على احلى اخوات. النهارده يا جماعه بقى احنا في الفيديو هنعمل بقى اكله تحفه، غدوه جميله جدا. دلوقتي دي صينيه مسقعه يا جماعه فوق الخيال، سهله وبسيطه ومش مكلفه، وكمان هنجدد فيها من غير كمان ما تكون في حرقان وحموضه على الصدر. هنعملها بدون زيت كتير، بدون آلية. خليكم معايا لاخر الفيديو وهيعجبكم جدا الطريقه دي، وان شاء الله هتجربوها بجد يا جماعه تحفه. مش قلينها في زيت، وكمان تاكليها وقت ما تاكليها مش هتحسي بحموضه ولا زيت ولا كل الكلام ده كله. بجد اعمليها وهتدعولي جدا. ده طبعا جبت البتنجان، بقشر منه حته كده من الجنب، وبعد كده بقطعه بالشكل دوت وبحط عليه ملح، واول ما بيصفي ميته بغسله. تمام. بعد ما بينشف كده بالشكل ده بروح رصاه بقى في صينيه، في صاج، في اي حاجه عندي. الطريقه دي يا جماعه والله العظيم بتخلي المسقعه خفيفه جدا، مش بتبقى تقيله على المعده ولا بتحسي بحموضه ولا اي حاجه. وطبعا برضو قطعت كام بطاطسايه كده شرايح رفيعه بالشكل ده، وهعملها بنفس الطريقه. كل المسقعه نعملها بنفس الطريقه من غير قلي. طبعا حبه فلفل وكده، طبعا بقى بشويه زيت يعني بسيط خالص، وطبعا بالفرشه وكده ايه بدهن بيهم البطاطس والبتنجان والفلفل بتوعي. طبعا بدخلهم الفرن لحد ايه ما يحمروا معايا. يا جماعه والله العظيم تحفه، تبقى كده مشويه وجميله ومش تقيله خالص وخفيفه جدا على المعده. وكمان بقى نعملها تكايه بقى، بتكايه حلوه كده هتعجبكم قوي وطعمها هيبقى تحفه. بتمنى انت تجربوها، وبتمنى تخليكم معايا الفيديو للاخر، ان بجد المسقعه دي لا تقاوم. تمام. دلوقتي انا بقى جبت طاسه، حطيت فيها حبه زيت و... وتوم. اول ما التوم يقرب يحمر بالشكل ده بحط معلقه خل. طبعا طشه الخل دي بقى مع التوم دي جباره، يعني طعم تاني. تمام كده. وبرضه بروح بقى طماطم ضربها في الخلاط. تمام. بروح احط حبه كده بالشكل ده، وحبه بقى فلفل اسود، وحبه كمون، وحبه ملح، ورشه سكر. تمام. عشان ايه؟ تعادل معانا الطعم. بجد صينيه مسقعه هتاكلوها وتدعولي بجد، وخفيفه جدا على المعده، ولا هنقلي في زيت ولا حموضه ولا حرقان ولا الكلام ده. بقى هنعمل بقى ثانيه بقى يا جماعه، هنعمل بقى ايه؟ بشاميل خفيف كده. طبعا طبعا بقى ايه، كوبايتين لبن، معلقتين دقيق، ومعلقتين نشا، وقلبتهم مع بعض كده على البارد. تمام. بسيط بشاميل خفيف كده على البارد. طب احنا الاكله بتاعتنا كلها خفيفه طبعا، حتى البشاميل بتاعنا هنعمله حاجه كده خفيفه لحد ما يبدا يغلي ويتقل معايا بالشكل ده. بحط له شويه ملح ورشه فلفل اسود بسيطه. تمام. واحط له معلقه سمنه بالشكل ده، وهقلب كل ده بقى مع بعض. بشاميل خفيف خالص يا جماعه. احنا اكلتنا بقى صينيه مسقعه كده تحفه. ده بعد ما البتنجان طلع من الفرن بالشكل ده بجيب طاسه. تمام. وبرص فيها البتنجان بالشكل ده كده. تمام يا جماعه. بتمنى ما تنسونيش بقى في اللايك والشير، ويا سلام بقى لو اشتراك يبقى كتر خيركم قوي يا جماعه. وطبعا رصيت البطاطس، بنعمل طبقه بطاطس كده بتنجان وفلفل بالشكل ده كده. والله المسقعه يا جماعه والله العظيم تحفه. خفيف قوي على المعده. وطبعا الحاجات اللي بتقلي في الزيت دي يا جماعه بتتعب بجد. وده بقى هنحط بقى الصلصه بتاعتنا بعد ما استوت بالشكل ده كده. هنحط الصلصه بتاعتنا كلها كده. تحسي بقى حاجه خفيفه، تاكليها بالليل، تاكليها الصبح، تاكليها في الغداء، والله العظيم بتبقى جميله. وبنعمل بقى جنبها بقى شويه مكرونه. تمام. حبه بطاطس مهروسه، حبه بطاطس مسلوقه، حاجات بسيطه كده تبقى غدوه برضو على قد الايد يا جماعه. احنا لازم ندي كل يوم كده افكار للغدا تكون سهله وبسيطه ومش مكلفه في ظل الغلا اللي احنا بقينا فيه. لازم نجدد من مطبخنا ونعمل حاجات بسيطه. طبعا هدخلها الفرن بقى وتطلع زي ما انتوا شفتوها في اول الفيديو. بتمنى ما تنسونيش في اللايك